السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي واخواتاتي في هذا الفيديو. بالنسبة للموضوع ديال هذا الفيديو فراه مهم بزاف، سواء المول الدار ولا المكتري. واش هذا القانون الجديد ديال 2025 غادي يحل المشاكل اللي كنعيشوها حنا حاليا؟ واش هذا القانون الجديد ديال 2025 غادي ينهي المشاكل ديال الناس اللي كيبغيو يخلصوا الكرا، ولا الناس اللي كيبغيو يخرجوا شي واحد من الدار وما كيبغيش يخرج لهم؟ ولا كذلك واش غادي ينهي هذا القانون الجديد المشاكل ديال الناس اللي ما كيبغوش يخرجوا من الدار وكيطلبوا تعويضات خياليه من الدار باش يخرجوا، يعني كيطلبوا منه الفلوس باش يخرجوا ليه من الدار؟ واش هذا القانون الجديد غيحد من المشاكل ديال الكاري اللي كيتعامل مع المكتري ظلما؟ يعني هذاك اللي كاري ليك وكيتعامل معاك ظلما، واش هذا القانون الجديد غادي ينهي هذه المشاكل؟ كذلك واش بصح غادي نشوفوا في هذا القانون الجديد عقود كراء موثقه من طرف العدول ولا المحامي واللوطيرات ماشي عند كاتب عمومي كما ولفنا؟ شنو هو الحق ديالك في هذا القانون الجديد سواء كمكتري ولا ككاري؟ بالنسبه لهذا الشيء كامل غادي نشوفوه ان شاء الله في هذا الفيديو. بالنسبه للناس اللي باقي ما مشتركين في القناه، ما فيها باس تشاركوا في القناه، راه كنجيب لكم مواضيع مهمه وكتستافدوا منها. بالنسبه للناس اللي كيوصلوهم هذا الفيديو بارطاجيوهم، بارطاجيو هذا الفيديو باش ان شاء الله تعمل افاده، وما تبخلوش عليا باللي لايك لهذا الفيديو. واي واحد عنده شي سؤال مرحبا به في التعليق، فهذه قناتكم وقناه افاده للجميع. باش ما نطولش عليكم اخوتي واخواتاتي، بالنسبه للميدان ديال الكراء في المغرب فراه فيه بزاف ديال المشاكل شحال هذه، يعني راه كاينه مشاكل سواء بالنسبه للمكتري ولا الكاري. فشحال هذه كاينه النيه بزاف، الناس كيتفاهموا غير بالفم وكيمشي كيكري ليه الدار وكيخلصوا كل شهر، ولكن من بعد ما كثر المشاكل كما معروف والناس ما كيبغوش يخلصوا ولا ما كيتوقوش في بعضياتهم، صافي والناس مشاو كيديروا العقد عند كاتب عمومي. ولكن هذا العقد مكتوب كيديروا فيه شروط بالنسبه للكاري والمكتري. غير المشكل اللي كاين في هذه العقود، كاينين العقود اللي كيخالفوا بزاف القانون، يعني كاين الناس اللي كيديروا شي حوايج في ذاك العقود، شي بنود، وهاد البنود غير قانونيه. فاش كيوصلوا الناس للمحكمه كيلقاو باللي هذا العقد اللي دايرين على الكاتب عمومي واخا مدياليزي راه ما قاديش الغرض. مثلا نعطيكم امثله باش تفهموا. كنلقاو مثلا شي مول الدار داير في العقد نهار البغيضاري تخرج منها، ولكن في القانون هاد الهضره راه ما كايناش، هاد الهضره راه ما كايناش. الحقيقه في القانون الا باغي تخرج شي واحد من الدار، كاري ليه الدار وباغي تخرجوه، خاصك اثباتات قويه، بحال مثلا هاز الدار هي اللي عندك بوحدها وما عندكش فين تسكن، يعني باغي تسكن فيها، ولا باغي تسكن فيها والديك، ولا كاين شي ولدك باغي تزوجو وباغي يسكن فيها. يعني اخوتي واخواتي راه كاينين بزاف ديال المشاكل. دابا غادي ندوزو ان شاء الله القانون الجديد ديال 2025 غادي نبسطو لكم. بالنسبه لهذا القانون فراه اول حاجه جابها هو ضروري توثيق العقد. هذا العقد غادي ضروري تكون عند المحامي ولا العدول ولا كذلك الموثق اللوطير، يعني ضروري توثيق العقد من طرف هادو اللي ذكرت. وكذلك ضروري تخلص الخزينه ديال الدوله وتخلص الاتعاب ديال هذا العدو اللي غتجيب ولا اللي غتوثق عنده العقد. هذا العدو ولا المحامي ضروري تخلصوا، يعني الخزينه هنا غادي تنتعش من هذا الكراء. وكذلك القانون الجديد راه كيعطي الحق، كيعطي 3 شهور سواء المنظر ولا المكتري، كيعطي لهم 3 شهور. هاد 3 شهور ممكن المنظر الا شاف الناس اللي كاريين حداه كاريين بكثر يقدر يطلب لك الزياده في هاد 3 شهور، ولكن بالاتفاق والتراضي. ولكن الا ما بغاش المكتري يزيد لهذا المنظر راه عنده الحق، المنظر عنده الحق يفسخ العقد. ملي كيشوف ان
دوك الناس اللي كارين حداه راه كايرين كثر من الثمن، راه منظر عنده الحق في ديك 3 شهور عطيها ليه القانون باش يطلب منك الزياده. ما بغيتيش تزيد راه عنده الحق يفسق العقد. وكذلك في المقابل راه كيعطي الحق بالنسبه للمكتري، اذا شاف الناس اللي دايرين به كارين بقل عنده الحق يطلب النقصان. ولكن خصنا نكونوا واقعيين وواضحين في هذه النقطه. راه تقدر تلقى شي منظر كاري شحال هادي وكاري بقل الثمن قبل ما تكون هاد الزيادات، يقدر يكري مثلا ب 500 درهم قبل هاد الزيادات. يعني راه كاري هو شحال هادي، انت يلاه دخلتي وكلشي غلا. يعني راه تقدر تلقى شي واحد منطقيا تقدر تلقاه كاري بقل. يعني هنا راه عندنا مشكل في هاد الشيء، في هاد النقطه. اما بالنسبه للزيادات في الكرا، الزيادات في السومه الكرائيه، فهذا القانون الجديد ديال 2025 هذا القانون كيقول ان السومه الكرائيه كتزاد كل 3 سنين. يعني الكري كيتزاد كل 3 سنين. بالنسبه للناس اللي كارين على حساب السكن راه كل 3 سنين كتزاد 8% من داك الشيء اللي كتعطي. يعني خاصك تزيد 8% من داك الشيء اللي كتعطي كل 3 سنين. اما بالنسبه للمحلات التجاريه راه كيزيدوا 10% كل 3 سنين. وإلا المكتري ما بغاش يزيد المول الدار راه كيدير ليه انذار رسمي بمفوض قضائي. يعني ملي توصل هاد 3 سنين دوز 3 سنين الكاري هذاك المول الدار اللي كرا ليك راه عنده الحق يدير انذار رسمي بمفوض قضائي الا ما بغيتيش تزيد ليه 8% بالنسبه للناس اللي كارين على حساب السكن، و10% بالنسبه للناس اللي كارين دوك المحلات التجاريه. وكذلك بالنسبه للضمانه كما كيقولوا الضمانه، فهاد الضمانه راح تدهن قانون جديد في شهرين صافي. يعني شهر للسكن وشهر كضمانه. اما ديك 4 شهور وديك 5 شهور داكشي اللي كيديروها ماشي قانوني. عندها بزاف ديال النقاط اخوتي خواتاتي، بزاف ديال النقاط جابهم هذا القانون الجديد. ما بغيتش الاطاله في هذا الفيديو. بالنسبه حبذا الناس اللي باغيين نزيد نفسر لكم النقاط يكتبوها لي في التعليق. واش بغيتوا نزيد لكم الشرح ونزيد لكم اكثر في الفيديو القادم ان شاء الله نهضر لكم على الكراء، باش نهضر لكم على جميع النقاط. حيت دابا ما بغيتش نطول لكم هذا الفيديو. كتبوها لي في التعليق. الناس اللي يستافدوا ما تبخلوش بالبارطاج، وكذلك ما تبخلوش علينا بجيم، وما فيها باش تشتركوا في القناه باش تشجعونا كهاد المجهود اللي كنديروا، تشجعونا باش نضيفوا المجهود ونجيبوا لكم مواضيع مهمه ونفيدكم وتفيدونا. بالنسبه للناس اللي كيراسلوا لي في الخاص فكنعتذر منكم حيت بزاف ديال الرسائل كيجيو. كاينين الناس اللي كيجاوبهم، كاينين الناس اللي باقي ما قريتش الرسائل ديالهم. كنفضل انا التعاليق حيت ملي كتعلقوا لي كنقرا التعاليق وكندير لا فيديو على دوك الاسئله اللي كطرحوا باش كلشي يستافد، باش هنا تعمل افاده. واسمحوا لي على هذا طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله الى فيديو قادم ان شاء الله.